السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا أحباب؟ بعرف حالي طولت، ولكن جيتكن بأكلة طيبة كتير وتستحق التجربة. جربوها وما رح تندموا. الأكلة هي حلبية واسمها لحمة بالكرز. أول شي بدنا نحط بالحسبان إن اللحمة بدها تكون بقد الكرز، يعني عاملين كيلو كرز معناتها كيلو لحمة، عاملين نص كيلو كرز نص كيلو لحمة. ومثل ما شايفين بنقسم كمية الكرز نصين، نص بطلع منه الحب والنص التاني بعمله بالخلاط. وما تخافوا من الخلاط، حطوا الخلاط على أول عيار وما بتنكسر العجوة. وهلأ بعد ما خلطتهم بصفيهم. بس في شي بدي أخبركن ياه، إن أصول الأكلة إن تكون اللحمة مشوية طعمة الشوي فيها، وإن يكون الكرز لونه فاتح، بس ما صار لي إلا الغامق. بدي أخبركن عن اللحمة إني طيبتها بدهنتها، وجب إن يكون فيها دهن منيح، ونحط لها شوية بهار وشوية ملح، بندعكن ومنكورن، وما بحطلن شي أبدا، من دهنتن بقليون وكل شوية بقلبن. وهلأ رح فضي بالطنجرة عصير الكرز، بشغل النار تحت منن وبتضل ايدي فيهم عم تحركن، وبس غليوا بنزل عليهم تقريبا 3 كوب معياري عسل. وهون العسل اختياري، أنا اخترت إني أفيد يعني بالعسل، ولكن في إذا ما في عسل فينكم تحطوا بداله سكر، وتدوقوها مشان تشوفوا تناسق الطعم. ومشان أعطي اللحم طعمة الشوي حطيت فحمة على الزيت وسكرت عليهم مشان تاخد طعمة الشوي، وبسقطهم على عصير الكرز. وهلأ بسقط الكرز اللي شلنا منه العجو وبعملن تحريكة وبدوق. حسيت إني بده شوية حمض، في عالم بتحط حمض الليمون، أنا حبيت حط عصير الليمون، تقريبا عصرت لها ليمونة كاملة وقليت لهم شوية صنوبر، وهيك بتكون أكلتنا جاهزة. وبعد ما منخلص الصنوبر منقطع الخبز بشكل مثلث وبنحطهم على الصحن بهذا الشكل، وبسقط اللحم بالكرز فوق الخبزات، ومنحط فوق منهم الصنوبر، ومنصير بناكل وبنغمس من الخبز نفسه، منصير بناكل. على فكرة الأكلة طيبة جدا، ويا ريت لو حبة بقدونس من فوق، وكلوا وادعوا لنا.